ارتباطا بالموضوع، يعني في مرحلة أولى بيعت مليون تذكرة، المرحلة الثانية بيعت مليون تذكرة أخرى. اليوم قبل انطلاق المونديال ب6 أشهر بيعت 2 مليون تذكرة، رقم قياسي لم يشهد له مثيل حتى في دورة قطر. اليوم أكيد أن العائدات المالية تلعب دور مهم في نجاح تظاهرة رياضية، وأكيد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يعول كثيرا على مداخل المونديال من أجل يعني تزويد خزائنه المالية بشكل مستمر. أكيد هناك نفقات كبيرة، هناك دول تستفيد من هذه العائدات أكيد، لكن اليوم أكيد أنه هذا الربح المالي حاضر بقوة في أجندة الفيفا في تنظيم كأس العالم. تنظن بأنه اليوم غنعيش تحول حقيقي، وأنا تنظن بأنه اليوم حقوق البث التلفزي ستنخفض بشكل كبير ابتداء من هذه الدورة، ويمكن نشاهد يعني ولادة حقوق البث الرقمي، بأنه نقل المقابلات سيكون على المنصات الرقمية أكثر من منصات التلفزية. هذا نقطة بدأ رأينا ذلك خلال بطولة العالم. هذه تجربة، وأظن أنه ستكون اليوم في 2030 كأس العالم المغرب، إسبانيا، البرتغال. أظن أنه يكون حقوق بث رقمي ستظهر للوجود. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، الجماهير أكيد أنه تذكرة يعني مبالغ فيها ثمن التذكرة بالنسبة للفرد، لكن هناك شركات محتضنين يدخلون على الخط من أجل اقتناء التذاكر وبيعها أو قيام ماركتينج عليها. أريد أن نناقش هذه الفكرة، لأنه المفروض أنه اليوم المواطن العادي